كانت نتيجة يعني أسعدتني جدا إن مسلسل دكتور الروح خد الجائزة الذهبية كأحسن مسلسل في الوطن العربي لعام 2022، وده شيء شرفني جدا. أنا بعتز جدا بهذا المسلسل ومبسوطة بكل الجوائز اللي بيحصل عليها، يعني في مهرجان الرياض وفي مهرجان الدراما هنا في مصر، والميركسبور في لبنان، يعني في كل بلد فيها مهرجان تلفزيوني المسلسل بيحصل على عدة جوائز أو ياخد جائزة أحسن عمل. فأنا متشرفة جدا إن أنا شاركت في هذا العمل لرسالته الراقية المحترمة العظيمة، لأن هذا المسلسل بيحارب الإرهاب والمتاجرين بالدين، وده رد الحقيقة على كل اللي هاجمونا أو هاجموني أنا لما نزل أفيش المسلسل من قبل ما يعرفوا المسلسل إيه جواه، إيه مضمونه، إيه المحتوى، وبدأوا يهاجموا ويطالبوا بإيقاف هذا العمل. أنا بقول لهم شفتوا العمل اللي أنتوا طالبتوا بإيقافه، أخذ أعلى مشاهدة لما عملوا على قناة شاهد التوب 10 أهم 10 أعمال اتشافوا وهو كان نمرة واحد. ولما خلص عرضه إحنا ما بيعديش شهر إلا ما المسلسل بياخد جوائز، خدنا في مصر وفي السعودية وفي لبنان، ولسه في كذا مهرجان بلغوني إنه العمل واخد جوائز. فده أكبر رد، إحنا ما بنردش عليهم إلا بالعمل، بنرد عليهم بشغلنا. هؤلاء المتاجرين بالدين اللي هذا المسلسل فضحهم وفضح أخلاقياتهم وفضح إنهم أبعد ما يكون عن الدين. مدام شيرين عاملة مبادرة هايلة هنلف بيها الدول العربية كلها وندعم فيها التراث والفن العربي. ألف مبروك أستاذ على الشاشة. النهارده أنا بقدم لك نفس النموذج اللي قدمته على الشاشة في الواقع. يعني صحيح أنت كنت مفتري وكنت إلحادي، لكن أنا النهارده بوريك واحد من ضحايا. اسمع